قالوا أنه الحفل كابتن على أعلى مستوى كان وفي قيمة الحدث شبه الحفل بالون دور اللي كان في باريس. أوروبا كابتن كان رائعا، الحفل نتاع فاتونا بعشرات سنوات وبمئات السنين وهذا كله. راهو مش عيب يا تواسة، مش عيب باش تستعينوا بخبرات. المغرب كابتن عنده إمكانيات وإرادة سياسية، يعني الملك محمد السادس قاعد يحط في الفلوس كابتن لتنظيم تظاهرات كيما هكا وللترويج لصورة المغرب. كان تنظيم ممتاز جدا، معناها لي ديتاي نتاع لي ديتاي. باش نحكيو على المضمون. جوائز الكاف فيكتور اوسيمان افضل لاعب. نبداو باول حاجه بعد نحكيو. اول حاجه اللي اي واحد باش يشوف الجوائز، اول حاجه كي فا اتيغي لاتونسيون، الحارس افضل حارس في افريقيا مش موجود في افضل تشكيله في افريقيا. هذه ما حتى واحد بعقله. ياسين بونو افضل حارس في افريقيا، واونانا هو الموجود في التشكيله المثاليه لعام 2023 بالنسبه للقاره الافريقيه. ركراكي افضل لاعب، بونو افضل حارس، المغرب افضل مدرب، المغرب افضل منتخب، بون الاهلي افضل نادي. تبدو النتائج منطقيه. بيرسيتاو افضل لاعب محلي، لكن موضوع انه او حكايه انه ياسين بونو يكون افضل حارس وغير موجود في التشكيله المثاليه. رياض محرز ايضا غايب. رياض محرز غير موجود في التشكيله الاساسيه. التشكيله المثاليه ما يجيش. فهمت؟ هذوما النقاط. وحتى الاهلي افضل الفريق، سان داونز كان ينجم يكون، اتحاد العاصمه كان ينجم يكون. اتحاد العاصمه تم استبعاده. بالضبط. هو القائمه النهائيه فيها الاهلي، سان داونز والوداد. بالضبط يعني حتى سان داونز كان نجم يكون، خاطر قلت لك الاهلي خذاها برشا مرات. تعاود تحط الاهلي مره اخرى، معناها مش لوجيك، ما فماش عداله في الحكايه هذه. فهمت؟ سينو الباقي ركراكي يستحق افضل مدرب، المغرب افضل منتخب، هذا مما لا شك فيه. لكن كما قلنا حكايه ياسين بونو هذه واحد بعقله ما تنجمش تجد عليه. حكايه ياسين بونو انا الحقيقه ما فهمتهاش، ولو انه انا في قناعاتي اعتبر انه ياسين بونو كان ينجم يكون في التوب 3 لافضل لاعب في افريقيا مكان حكيمي كابتن مثلا الشيء اللي قدمه، وكان هو العنصر الحاسم في تأهل وبلوغ المغرب إلى نصف النهائي كأس العالم. كان يعني عاودوا شوفوا المباراة. وشبيله في اوروبا ليج. وشبيله في اوروبا ليج. داكورد الناس الاخرين يسجلوا ويلعبوا زي ايش وناصيري وكذا، ولكن في الاخر يشد لك بيلانتي اللي هي تأهلك. في الاخر مازالت كومبيان كيلكو سكوند ضد اسبانيا وضد البرتغال، ان تير يخرجوا لك كورنير. مي سي سا معناها هذاك باش حشتنا احنا بالحارس. معناها بونو قام بدور تاريخي، معناها تاريخي ويقعد في التاريخ اللي قام به في كأس العالم. تبقى هنا خويا شو نقول لك، هو قال عمل يعني عمل ميتافور باهيه، الشكل والمضمون. الشكل تاع المغرب ناجح، المضمون تاع الافارقه فاشل. عليه خاطر ما كانوش عادلين في الاختيار، وكانها لا سيليكسيون دي كوبان. ما معنى بونو نلقاو له بلاصه البونو، اما نلقاو بلاصه الاونانا. بس حسابات كابتن، حسابات فما حسابات اللي معناها لارضاء جميع الاطراف. حسابات على حساب الاستحقاق. ما يجيش منه كابتن. توتي محرز تريبلي هيستوريك، 15 بيوت، 13 اسيست، 47 ماتش، عنده شامبيونز ليغ، كوب دانجلتير، شامبيونا، 11 ماتش سون ديفيت افيك ليكيب الجيريا. ما فهمتوش قرار استبعاد محرز. لا مستحيل. لا محرز اسمه الاولاني محرز يكون مش معقول يا كابتن. مش هنا معناها اي انسان هو اللي يستحق اللقب. لقب افضل لاعب في افريقيا محرز. نعم يستحق افضل لاعب. قبل بونو. رتب لي كابتن. محرز بونو قبل محرز وسيمان بونو. لا محرز يا كابتن يكون بونو. سيمان ايش لعب بربي ايش لعب هز بطولة ايطاليا. ايش لعب ايش لعب الماركه 26 بونتو بور 32 ماتش. هذيك هي الحكايه. افريقيا 33 هزوا تيتر بعد مارادونا، هزوا تيتر تاع شامبيونا. انا نقول لك الاخر عنده تريبلي هيستوريك وكيب ناسيونال وكذا وكان الدقيقه تاع الكاميرون وشارك كوب دي موند. يحيى هذا الكل معناها سي فالور انترنسيك. اوسيمان سكوديتو في لا شوف العاطفه تاعك. لا مش عاطفه كابتن. ليه؟ لا مش عاطفه. الاختيار استحقاق فماش عاطفه. محرز يستحق لو بالون دور بوان على ليني. قال محمد عبد الوهاب ما غير ليه. موافقوا انه محرز قبل اوسيمان في الترتيب.
حكينا فيه الموضوع. شو كل واحد ورايه. ساعات كي توصل نجم لو تعطي راي مخالف. لا مش نعدل، لا مش نقول لك ساعات كي توصل يقبل راهو كابتن الراي والراي الاخر. خرق العاده. امين ساعات عنده راي مخالف. ساعات كي توصل للبيرفكسيون وقتها في لي ديتاي الاخرانيين راهو كل واحد ورايه. اما ما يكونش موجود في الثلاثه وما يكونش موجود في الليكيبتي في ال11 راهو فما مؤامره وحاك ضد رياض محرز والجزائر. هو ديجا تم مقاطعه الحفل من الطرف الجزائري. وليد سادي رئيس الاتحاد الجزائري كرة القدم قاطع الحفل. تحكي كلام انه عبد الحق بن شيخه ايضا قاطع الحفل، لكن عبد الحق بن شيخه في تصريحات للهندس قال ما استدعونيش، كنت مع سيمبا في مراكش لمدة 5 أيام ولم يطلب مني الحضور، وحتى قال لو وجهت لي الدعوة قال أنا ما نمشيش لأني متضامن مع رياض محرز مع بالعيد واتحاد العاصمة. قال هل يعقل أن أحضر فريقي السابق اللي توجت معه بزوز ألقاب قارين مقصى من القائمة النهائية. قال عنا ثوابت احنا ما نزولوا وما نحولوا هكا. قال هذا ايش قال عبد الحق بن شيخة حول عدم دعوته. معناه في الاخر لم تتم دعوة عبد الحق بن شيخة. شو وريك اللي ما نتصورش انا كان تو عبد الحق بن شيخة في القائمة النهائية لأفضل مدرب. صحيح. ما نتصورش انا كان محمد صلاح وحكيمي لم ما استدعوهمش. شو يوريك اللي فما سوء نية. فما سوء نية برشا. وفما بجلوا ملاعبيه على ملاعبيه باش ما تدخلش في امور واحد. بجلوا ملاعبيه نتاعهم هما على ملاعبيه اخرين. داكوردو اللاعبين معناها المتالقين في ما نجموش نقولوا ولكن وقت تجي سامحني تجي على المركز الاول في افريقيا فهو محمد شو اسمه رياض محرز هو رقم واحد في افريقيا. امين فما حاجه معناها ما فهمتهاش في الكاف ووردز هذه برشا حاجات في البالون دور. في البالون دور فما 2 فوت بوفوت دو بوبليك وفيد 3 دي كابيتان ودي زونترونور ويهبطوا لك معناها شكون فوت ببليك كابيتان وانترينور. ظهر لي صحافي زاد صحافي من كل بلاد ظهر لي في البالون دور. صحافي مش ببليك صحافي. صحافي وانترينور وكابيتان. علاش الكاف ما توليش تعمل هكاكا وتحط لك الكريتير بكل شفافيه بكل شفافيه شكون اختار شكون. خاطر في البالون دور فرانس فوتبول نشوفوا لي فوت ونعرفوا التوانسه شكون فوتاو. يقول لي فما في الامم المتحده شوف على ريزوليسيون تاع لونو شكون معاه وشكون ضد يحطوا لنا شكون اختار شكون. الشفافيه هما اختاروا غير موجوده. من يختار من كابتن هذا من يختار من الكاف. رئيس الكاف كابتن باتريس موتسيبي وصف انجاز المغرب في مونديال قطر بالتاريخي. طبعا هو انجاز تاريخي وقال انه القاره الافريقيه الكل والشعب المغربي كان فخور بهذا الانجاز وينتظر. وقال قاعدين نحضروا مش حتى نحضروا في منتخب افريقي ونادي افريقي يفوز بالمونديال. شو بدخلوا شو بدخل هو قال لا هو شو بدخلوا شو شي حد نعرف عليه. هي البلدان تونس تحضر المغرب تحضر الكاميرون تحضر شو الشعبويه تحضر مش كل حاجه اخرى في اطار التضامن. لا تضامن فماش تضامن والمسانده لكل البلدان الشعبويه نحيوها. لا فما تضامن اكرينا لا ديمقراطيه لا شفتوا انتم قال لك امريكا اقوى ديمقراطيه في العالم هكا اعطت رخصه للجينوسيد. ما عليناش كلام في كلام. شو خويا العزيز باش نقول انا وهذا رايي ان الميكرو كابتن سعد أن المنتخب الأول والأخير في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية اللي يوصل نصف النهائي هو المغرب وانتهى الأمر. باهي والكلام هذايا نتاع التتويج بالمونديال حتى فريق آخر باش يوصل لذلك المستوى هكا أكثرش من هكا. ما فما حتى منتخب إفريقي قادر أنه يتوج باللقب. لا باهي نادي إفريقي مش نادي إفريقي مونديال الأندية مثلا ما وصل اسمه مازامبي. اي وحتى الرجاء مازال يلعب دور نهائي لكن لم يتوج. هذه كوب دي موند وهذه كوب دي موند لسبور ترافاي 48 هكا ولا سلامة. حفل جوائز الكاف في مراكش حسب الشهادات. انا اتصلت بصديق لي اللي هو جلال تواتي وكان حاضر في الحفل. قال لي راو الحفل من الناحية التنظيمية من الناحية الأمنية من ناحية ترويج صورة المغرب راهو حفل كان على أعلى مستوى كابتن ويضاهي ممكن الحفلات والديزيفينمون كابتن. تنظيم الأحداث تنظيم الحفلات تنظيم الأحداث شبه الحفل بالون دور اللي كان في باريس أوروبا كابتن كان رائع عن الحفل. النقطة السلبية الوحيدة اللي حكاية عليها
هي ممكن عدم حضور بعض المرشحين للفوز بجوائز كما مثلا محمد صلاح ولا ياسين بونو، هذوما كابتن اللي عندهم التزامات مع انديتهم، جاوا كان اللي باش يربحوا كما مثلا فيكتور اوسيمان عارف روحه انه سيفوز بلقب افضل لاعب في افريقيا. لكن على مستوى الحفل، التنظيم، الترويج لصوره المغرب اللي عندها احداث هامه ستقوم بتنظيم احداث رياضيه، نحكيو على كاس افريقيا للامم 2025، مونديال 2030 مع المغرب مع اسبانيا والبرتغال. قالوا انه الحفل كابتن على اعلى مستوى كان وفي قيمه الحدث وفي مستوى اللي وصلته المغرب رياضيا او اقتصاديا وكذا، ولكن في اللي مانيفستاسيون الكبار هذوما راهو فما شركات عالميه تعمل معك كونترا، تم التعاقد معه. بارك الله فيك. هذيك نجيو عاد فما شركات عالميه مش كنتي تو انا غدوه تونس باش نعمل هكا نعيط لشركات عالميه يقوموا لي دو ا جوسكا زيد بالضبط اللي ما عملناهش في الاستادات. كان مشينا للاستادات لي بيرو ديتود تاع البرا وجبناهم ما نجيوش. شفت الكابتن الكاف شنو بعثت للفيدراسيون بتاع تونس؟ واحد بعث لي جورناليست هذاك الكلام قلناه هنا كنت اللي قلته انت اللي ننصحكم تتعاقدوا مع شركه عالميه كونسلتيو شركات مختصه في صيانه العشب وفي بناء الملاعب. ما كمل احكي لي رقيق بعث لي قال لي علاش بعث لك خاطر قال لي الكلام اللي قلته انت معناها. خلينا نرجعوا لحفل مراكش. فكرت انا بيدي بعثتها للجنينزا قلت له بالكلام الحفل مراكش. نرجعوا لحفل مراكش والتنظيم وحتى اختيار المكان. بالي بارك الله فيك يعطيهم الصحه. قصر المؤتمرات. faut être à la hauteur de l'événement. ils étaient à la hauteur de l'événement. اوكي بكل النواحي. هذا من ناحيه، ولكن اللي بيه الفائده المضمون مش بيه الفائده هو علاش عملنا هذا؟ تنجيو الكابتن هذا بعد الحفل والاختيارات وعلى شنو التتويج نتاع سنه كامله نتاع احسن لاعبين، حارس كذا ما شنو بعدش احسن لاعبين واحسن فريق واحسن كذا. اي خويا العزيز تو نحكيهم بعد الناحيه التنظيميه والكلام اللي سمعته انا معناه مصطلحات نتاع فتونا بعشرات السنوات ومئات السنين وهذا كله. راه مش عيب يا توانسه، مش عيب باش تستعينوا بخبرات أجنبية في التنظيم في تصميم الملاعب. رانا ما عندنا حد شيء، ما مش عيب، بالعكس الناس الكل تعمل هكا في العالم. علاش احنا الدعوه الفارغه هذه اللي عندنا باش بعدش نعملوا استاد معناها باش نطيحوه بعد. وانا قلت لهم استاد سوسه نطيحوه ما حدش يطيحوه. كابتن صعيب علينا من تونس، اختنا من تونس به كيف المغرب كابتن عنده امكانيات واراده سياسيه. يعني الملك محمد السادس قاعد يحط في الفلوس كابتن لتنظيم تظاهرات كيما هكا وللترويج لصوره المغرب. اي خويا شو هذا لافون بريمير نتاع كاس افريقيا، وكاس افريقيا لافون بريمير نتاع كاس العالم. معناها انت ماشي في مراحل حتى توصل للعالميه. هذا هو، وهما قايمين بالواجب يعطيهم الصحه. استراتيجيه ناجحه في ترويج صوره المغرب في العالم. هو مين الحفل هذا انت باش نقسموه على نصفين، فما الشكل اللي لاهي به المغرب والمضمون اللي لاهي به الكاف. الشكل اللي لاهي به المغرب كان تنظيم ممتاز جدا، معناها لي ديتاي نتاع لي ديتاي. انا شفت دي فيديو، شفت معناها الاكران تكنولوجيا عاليه كل شيء. عملت المغرب عملت تنظيم ممتاز جدا للحفله.